السلام عليكم طلابنا حبايبنا في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد حل 80 كتاب موضوع الدرس الثالث 2025. يلا نبدأ بسم الله. اول فيديو انزله فيه بالتليفون عشان انتوا زي ما طلبتوا فيه بالكومنتات احل بالورقة والقلم بعد كده. يلا بسم الله. اوجد مساحة المعين س صاد عين لام. ماشي. مساحة المعين بتساوي طول في ارتفاع. ماشي، احنا عندنا الطول ب8 سنتي، الارتفاع ب5. الارتفاع ب5، 8 في 5 بيساوي 40 سنتيمتر تربيع. ماشي، معايا طول ضلوع 9 سنتي، ارتفاعه 6 سنتي، وجدت مساحته. احنا قلنا المساحة بتساوي طول الضلع في الارتفاع، 9 في 6 ب54، 54 سنتيمتر. معين محيطه 20 ومساحة سطحه 35، يوجد الارتفاع. ماشي، محيط معين بيساوي لام اللي هو طول الضلع في 4 بيساوي المحيط اللي هو 20. ماشي، فاحنا عايزين اللام. المضروب ينزل هناك مقسوم. لام بيساوي 20 على 4 بيساوي 5. طول الضلع ب5. ماشي، والمساحة بتساوي طول الضلع في الارتفاع، يعني لام في عين بيساوي 35، وده ب5. اقسمها، يعني عين بتساوي 35 على 5 بتساوي 7 سنتي. مساحة معين ألف ب ج د. أوجد مساحة معين ألف ب ج د. ماشي، عشان نجيب مساحة معين ألف ب ج د لازم نجيب طول الضلع بتاعه، ونجيب ونجيب الارتفاع بتاعه. تمام، ماشي. هنا وتلاحظ الزاوية دي قائمة، قائمة في نص في نص القطر. يبقى في قائم هنا نازل به ميم، قائم على ألف في جيم. إذا ده ينصف القطر ألف جيم، ينصف القطر ألف جيم، يعني ألف ميم بيساوي ميم جيم، يعني ألف ميم بيساوي 4، وميم جيم بيساوي 4. ماشي، وبه ميم يساوي 3، وميم دال يساوي 3. ماشي. ماشي، مساحة معين بتساوي ممكن في قانونين: نص في القطر الأول في القطر الثاني، أو طول الضلع في الارتفاع. ماشي، هناخد القانون الموجود اللي هو قطرين. نص الأول 8 و4 في 6 بيساوي 24 سنتيمتر تربيع. ماشي، ومحيط المعين ألف ب ج د. نجيب المحيط بقى، نجيب الأضلاع بتاعته. ماشي، ده قائم. نمسك مثلث ألف ميم ب، قائم في ميم. احنا عندنا بنظرية فيثاغورس اللي هو ألف ب بيساوي جذر ألف ميم زائد ميم ب، عشان ده وتر. ماشي، جذر 4 تربيع يساوي جذر 16 زائد 9 تربيع 3 تربيع ب9 بيساوي 5، يعني ألف ب ب5. وهنا ده ب3 و4 نفس الكلام هيبقى ب5. ده ب3 و4 نفس الكلام 5. ده ب3 و4 نفس الكلام هيبقى ب5، يعني 5 و5 و5 20. وهنا 24 سنتيمتر تربيع. وهنا مساحة المربع الذي طول ضلعه 7. ماشي، مساحة المربع الذي طول قطره 6. ماشي، وطول قطر المربع لازم مساحة سطحه
32 سنتيمتر تربيع. ماشي. أول حاجة، مساحة المربع الذي طوله 7. ماشي. مساحة المربع بتساوي لام في لام، دي مساحة طول الضلع في نفسه. وهنا طول الضلع ب7، يعني 7 في 7 بيساوي 49 سنتيمتر تربيع. ماشي. مساحة المربع الذي طول قطره 6 سنتي. مساحة المربع بالقطر بيساوي نص في واحد في 2 اللي هو القطر، نص في القطر الأول ب6، يعني 3، نص في القطر التاني 6 بيساوي 18 سنتيمتر. واحد يساوي 2 عشان القطر في المربع متساوي. القطر المربع لازم مساحة سطحه 32 سنتيمتر. لو قلنا عشان هو القانون بيقولك نص في واحد في 2، هو عشان تجيب المساحة فهو مديلك المساحة، فتعمل ايه؟ تاخد جذر 2 في المساحة اللي 32 بيساوي جذر 64 بيساوي 8 سنتيمتر. مثال بعض، نوجد كلا من طول القاعدة المتوسطة الشبه منحرف الذي طول قاعدتين متوازيتين 9 و12. ماشي. طول أحد قاعدتي شبه منحرف متوازيتان إذا كان طول القاعدة الأخرى 7 سنتي وطول القاعدة المتوسطة 10 سنتي. ماشي. ارتفاع شبه منحرف الذي مساحة سطحه 20، طول قاعدتين متوازيتين 6 سنتيمتر. عشان نجيب ده نعمل ايه؟ أول حاجة، قانون القاعدة المتوسطة شبه منحرف بيساوي القاعدة الأولى q1 زائد q2 على 2، يعني بيساوي q1 ب9 q2 ب12، 9 زائد 12 21 على 2 يساوي 10. معلش كمان خشن شوية. ماشي. وطول أحد القاعدتين شبه منحرف متوازيتين إذا كان طول القاعدة الأخرى 7 وطول القاعدة المتوسطة 10. ماشي. القاعدة المتوسطة بتساوي طول القاعدة طول القاعدتين متوازيتين على 2، يعني 10 بيساوي، نفرض مثلا طول القاعدة ده بكاف زائد 7 على 2 بيساوي 10، نعمل مقص ده على 1، يعني بيساوي 10 في 2 ب20 بيساوي كاف زائد 7، ودي 7 هناك بالسالب، يعني كاف بتساوي 20 ناقص 7 ب13. ارتفاع شبه منحرف لازم مساحة سطحه 20 سنتيمتر تربيع، طول قاعدتين متوازيتين 4 و6. مساحة شبه منحرف بتساوي طول القاعدة المتوسطة في الارتفاع، واحنا عندنا ان المساحة بتساوي 20، يعني بيساوي طول القاعدة المتوسطة. القاعدة المتوسطة بتساوي طول القاعدتين على 2، 4 زائد 6 ب10 على 2 ب5، 5 في الارتفاع احنا مش عارفين اللي هو، نفرض ان هو بكاف، فكاف بتساوي 20 على 5 اللي هي 4 سنتي. مساحة المعين يساوي طول الضلع فيه، قلنا مساحة المعين بتساوي طول الضلع في الارتفاع. معين طول القطرين 8 و6، تكون مساحته، قلنا عشان نجيب المساحة بتاعة القطر تساوي 1 في 2 في نص، 8 في 6 48، صح؟ لا، تضربها في نص اللي هو تقسم على 2 24. معين طول الضلع 7 ارتفاعه 5، تكون المساحة لسه جايين بيساوي طول الضلع في الارتفاع 7 في 5 ب35. معين مساحته 48 سنتيمتر وطول أحد القطرين 12 سنتي، فإن طول القطر الآخر المساحة 48 سنتيمتر، طول أحد القطرين ب12. قلنا عشان نجيب القطر الآخر بنعمل ايه؟ نقول ده في 2 في 2 في 48 ب96 بيساوي 12
في +2. +2 بيساوي 96 على 12 فيها 8، يعني هو 8 سنتي. إذا كان محيط معين 24 سنتيمتر ومساحته 30 سنتيمتر فإن ارتفاعه ماشي. محيط بيساوي لام في 4، لام في 4 بيساوي المحيط 24. أنا آسف، 24. فإن لام بيساوي 24 على 4 اللي هو ب6، مساحته 30. المساحة بتساوي لام في عين اللي هو طول الضلع في الارتفاع. ماشي، 6 في كام بيساوي 30؟ 6 في 5 مطولين 8 و6 يكون طول الضلع. ماشي، عشان نجيب مسألة دي نرسم معين يعمل كده. هنا اهو معين، اما القطر هنا القطر هنا، عشان القطرين الصف منهم الآخر يبقى فيه تعامد. هنا عمود، يبقى هنا 4 سنتي عشان نصف، وهنا 4 سنتي، وهنا 3 3. ده كل ده ب6 وده كل ده ب8. ده مثلث مثلا ألف ب م. طول الضلع ب3 وهنا ب4. وهنا في قوم بيساوي جذر تربيع الضلع الأول 16 زائد الضلع التاني 9 بيساوي 5 سنتيمتر. 5 سنتي. دال. إذا كان حسن ضرب طول قطري معين 96 سنتيمتر تربيع ارتفاع 6 سنتي يكون طول ضلعه. ماشي، هو حسن ضرب طول قطري معين 96. جيب المساحة بتساوي نص في 1 في 2، نص ضرب القطرين، نص ب96 48. ماشي. في قانون تاني في المساحة بيقولك طول الضلع في الارتفاع. ماشي، هو جايبلك الارتفاع فهنجيب طول الضلع نقسمه على 6 بيساوي 8. نخش في أكتر. 4 مساحته 50 سنتيمتر تربيع يكون طوله قطر. ماشي، عشان نجيب طول القطر بيساوي المساحة بتاعة المربع في القطر بتساوي 1 في 2 في نص حاصل ضرب طول القطرين في نص. ماشي، عشان نجيب طول القطر بيساوي جذر 2 في المساحة اللي هي 50 بيساوي 10 سنتيمتر. مربع محيطه 36 تكون مساحته. ماشي، مساحة محيط المربع بيساوي لام في 4 بيساوي 36. لام بتساوي 36 على 4 تساوي 9. مساحة بتساوي لام في لام 9 في 9 81. ماشي، مربع طول قطره 8 سنتي. 8 سنتي، فإن مساحته بتساوي مساحة المربع بالاختار لو قلنا بتساوي نص 1 في 2 نص 8 في 8 اللي هو 64 نص 64 32. ربع طول الضلع 5 سنتي تكون مساحته. المساحة قلنا طول الضلع في نفسه بيساوي المساحة 25. ماشي، مربع مساحته تساوي مساحة معين طول القطرية 8 و16. احسب طول ضلع مربع مساحته تساوي مساحة معين طول القطرية. ماشي، مساحة معين بتساوي 1 في 2 في نص. مساحة معين بتساوي نص 1 في 2 يعني بتساوي ميم معين. ماشي، نص 8 في 16 ب136 نص 64. ماشي، بتساوي مساحة المربع. مساحة المربع بتساوي مساحة معين بتساوي 64. مساحة
المربع تساوي 64. ومساحة المربع بتساوي لام في لام، يعني بتساوي لام أس 2. فعشان نجيب المساحة بتاعة المربع ناخد جذر 64 بيساوي 8 سنتيمتر. شبه منحرف طول قاعدتي 6 و8 يكون طول قاعدتي المتوسطة. طول قاعدة المتوسطة بتساوي طول قاعدتين على الاتنين، 6 زائد 8 على الاتنين، 6 زائد 8 14 على الاتنين يساوي 7. كتلة شبه منحرف متساوية الساقان يوجد في الطول متساويان نظرية لسه واخدين كتلة شبه منحرف متساويان في الساقان يوجد في الطول متساويان في الطول. شبه منحرف الذي مساحته 15 ارتفاعه 3 سنتي يكون طول قاعدته متوسطة. مساحة شبه منحرف بتساوي الارتفاع في طول قاعدة متوسطة، يعني 15 على 3 ب5. شبه منحرف مجموع طول قاعدتين متوازيان 10 مساحته 20 سنتيمتر يكون ارتفاعه كام؟ منحرف مجموع طول قاعدتين متوازيتان 10 مساحته 20. نقسم ده على الاتنين عشان نجيب قاعدة متوسطة اللي هو 5. مساحة ب20 عشان اقول ان قاعدة متوسطة في الارتفاع بيساوي مساحة، خلاص فالارتفاع بيساوي المساحة على الطول على القاعدة المتوسطة يساوي الارتفاع. معاكم باقي الحل. شبه منحرف النسبة بين طول قاعدتين متوازيتين 2 إلى 3. طول قاعدته متوسطة 30 سنتيمتر. اوجد طول كل من القاعدتين المتوازيتين ومساحة شبه منحرف إذا كان ارتفاعه 24 سنتيمتر. ماشي، النسبة بينهم 2 إلى 3. نفرض إن ده بسين، يعني نضرب 2 في سين 2 سين، نضرب ده في سين 3 سين. ماشي، طول قاعدة متوسطة ب30. طول قاعدة متوسطة يساوي مجموع قاعدتين متوازيتين على الاتنين، يعني 2 سين زائد 3 سين 5 سين على الاتنين بيساوي 30. 30 على 1 عشان مقص 5 سين بتساوي 30 في 2 ب60. سين بتساوي 60 على 5 فيها 12. ماشي، هو السين هي اللي ب12. طول القاعدتين بقى أول واحدة 12 في 2 24. أول واحدة 24 نقاط 12 في 3 36. القاعدتين متوازيتين 24 و36. ساعة شبه منحرف إذا كان ارتفاعه 24. ماشي، ساعة شبه منحرف بتساوي طول القاعدة المتوسطة في الارتفاع. طول القاعدة المتوسطة 30 في 24 يساوي 720. وكده نكون وصلنا لآخر الفيديو عشان وقت الفيديو. وعجبك اللي انا بحل بالورقة والقلم اكتبلي في الكومنتات لو عايز نكمل حل كده معاكم على الموقع. ماشي، واتمنى تعمل لايك واشتركوا بالقناة عشان توصل لكم فيديوهات جديدة اللي انزلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.